نهضروا على موريتانيا. يا جماعة، الرئيس الموريتاني لما تلاقى بالرئيس الأمريكي ما فهمش الرئيس الموريتاني علاش الرئيس الأمريكي استدعاه. لماذا استدعى الرئيس الأمريكي الرئيس الموريتاني؟ علاش استدعاه؟ في رايك انت؟ لماذا الرئيس الأمريكي استدعى الرئيس الموريتاني؟ الرئيس الأمريكي استدعى الرئيس الموريتاني، ولماذا الرئيس الأمريكي اضطر إلى إهانة الرئيس الموريتاني؟ الرئيس الأمريكي استدعاك يا الغزواني ماشي باش تحكي له على موريتانيا واش عندها الرئيس الأمريكي على باله بلي موريتانيا خرابة. موريتانيا تاعك منصور كنوي، بارك الله فيك، صباح الخير. الرئيس الأمريكي على باله بلي موريتانيا خرابة. جاي الرئيس الامريكي وتحكي له على موريتانيا وفيها طاقات وفيها قدرات وفيها امكانيات وكذا، وموريتانيا عظيمه. وش من عظيمه موريتانيا انت تحكي له عليها؟ الرئيس الامريكي جابك باش تحكي له على ترامب. الرئيس الامريكي عيط لك باش انت تحكي على ترامب، باش تحكي له على روحه. ما جابكش البيت الابيض باش دير لا بروموسيون لموريتانيا تاعك. ترامب جابك باش دير لا بروموسيون لترامب. يعني وشنو تقعد تهضر له على ترامب، تقول له يا ترامب انت امريكا عظيمه وانت راك توقفها على رجليك، وبالنسبه لنا انت يا مثال يقتدى به، وراهو الكثير من الشعوب الافريقيه تقدرك ومعجبه بك ويتمناو واحد كيما انت يحكمهم باش يخرجهم من الفقر والحرمان، وانت يا ترامب وانت يا ترامب وانت يا ترامب وانت يا ترامب. انت يا رايح البيت الابيض باش تحكي له على موريتانيا المقشره اللي ما فيهاش تواليت بيبليك واحد. انت مريض يا خويا الغزواني على بالك؟ انت تعتقد باللي ترامب جابك باش تحكي له على موريتانيا؟ ترامب يعرف مليح موريتانيا واش تسوى، على بالو موريتانيا واش فيها واش ما فيهاش. ولهذا في الجلسه كيما هذيك تنقلها وسائل الاعلام، ترامب ما يسمح لكش بانك دير لا بروموسيون لحاجه واحده اخرى ما عدا ترامب. جابك للبيت الابيض والاضواء والكاميرات منا ماشي باش تقول له ترى موريتانيا تاع السياحه. موريتانيا تاع السياحه، موريتانيا فيها فرص. قاعد تقول له بلي موريتانيا فيها فرص. وش هي الفرص الاستثمار في موريتانيا؟ وش المستثمر الامريكي يجي يستثمر في موريتانيا هذه وش يستثمر فيها؟ جاي تمهبل علينا حنايا. موريتانيا انا على بالنا باللي راح تفشل وراح يدخلوها في الدور الدولي وراح تخون. موريتانيا ما راحش تلتزم بالمخطط هذا تاع الاطلسي ولا تاع راح يجوها ضغوطات من القطب الثاني الفرنسي الاماراتي المغربي، وراح تعمل عكس تماما وش دارت. والدليل هذا سوء الاستقبال، هذا بدايه، هذا البدايه على انه فعلا موريتانيا مطلوب منها اداء دوري، لكن اداء دور دولي، لكنها ستفشل. فشل موريتانيا في اداء الدور الدولي، هي ماهيش فاهمه وثاني امام الاغراءات تاع القطب الثاني ستخون اليد الممدوده الامريكيه، ستخونها. فينالمون احنا على بالنا بلي موريتانيا اي تأدي في دور دولي، وراهم معولين عليها باش يكسروا الامتداد الافريقي اللي راهي تحوس تبنيه فرنسا انطلاقا من فرنسا الجمهوريه السادسه راهي تبني في امتداد افريقي جديد. وبالتالي على بالنا بلي موريتانيا ستخذل امريكا وتخذل الغرفه، على بالنا بها، متاكدين منها 100%، متاكد منها 100%. ولهذا تشوف رئيس موريتانيا كيفاش ماهوش فاهم دوره، وكيفاش الاستقبال السيء هذا راح يشجعوا على الخيانه اكثر. هنا تبان المنظومه الدوليه هنايا تتيقن على انه موريتانيا لا يمكن التعويل عليها،
يجب إحداث عنصر جديد وهو الصحراء الغربية. بناء دولة الصحراء الغربية كيفاش نرجعوه ضرورة، كيفاش تولي وجود الدولة الصحراء الغربية المستقلة يولي لازم، لأنه يخدم المشروع الدولي. هذا هو الصراع الحقيقي. الصراع الحقيقي وشنو هو؟ أنه الصحراء الغربية هذه إذا تم ضمها للمغرب فإنها ستخدم مشروع يتناقض بالنظام الدولي الجديد. علاه؟ لأنه المغرب راه داخل مع فرنسا وداخل مع كذا وكذا وكذا. إذا أنت ضميت الصحراء الغربية إليهم فإنهم سيعملون من أجل تحقيق امتداد إفريقي جديد يبنوا من خلاله قطب جديد، وهذاك القطب راح يكون بزعامة فرنسا باش تزاحم وتحاول تأثر على النظام الدولي وتدفعه إلى تبني نظام متعدد الأقطاب. إذا احنا النظام الدولي هذا راه يتصارع بين نظام دولي خالي من الأقطاب وبعض الناس تريد العودة إلى نظام دولي متعدد الأقطاب، من بينهم الصين، فرنسا، ألمانيا، الكثير من الدول، روسيا. هذو كلهم الناس الذين تم إقصائهم من النظام الدولي القادم راح يعملوا من أجل إعادة النظام الدولي، تغيير النظام الدولي باش يتبنى نوع من القطبية. إذا احنا كجزائر وشنو؟ احنا هل سنساهم في نظام دولي متعدد الأقطاب أم أننا سنساهم في نظام دولي خال من الأقطاب كما راح يتشكل؟ احنا حساباتنا واش تقول؟ تقول أنه النظام الدولي القادم راح يكون نظام خالي من الأقطاب، ورانا نعملوا من أجل نظام دولي خالي من الأقطاب، وبدينا المنهجية تاعنا تتبدل. يعني رئيس تبولا يروح يستقبل رؤساء الشركات. علاش؟ من المفروض أنك أنت باش تستقبل الشركات لازم تجوز على الحكومة الأمريكية. أبانو ما تجزناش على الحكومة الأمريكية ولا البيت الأبيض باش نبنوا علاقات مع شركات بين قوسين أمريكية، وما تجزناش على فرنسا والعاصمة باش نبنوا علاقات مع شركات عملاقة فرنسية. هذه فكرة تجاوز العواصم، هذه كنا حكيناها عندنا تشفاو، فكرة تجاوز العواصم والتعامل مباشرة مع الشعوب فيما يخص جدار التنمية. كنا هضرناها عندنا بزاف. الآن أيضا ما لازمش تعتمد على العواصم في علاقاتك الاقتصادية مع الشركات الكبرى، لازم تفوت مباشرة عبر الشركات. وهذه استراتيجية تجاوز العواصم هذه عندها بزاف من هضرناها. علاه؟ لأننا عارفين أن النظام الدولي القادم ما راحش يقبل بالقطبية وما راحش يعترف بسيادة الدول على أراضيها وعلى، فهمت؟ راكم بقوة المخزنية هنا، أي واحد فيكم يعلق نبلوكيها. يعني دوكا بلوكيت زوجة، أي واحد يوري راسو نبلوكيه. قعد تسمع ما تهدرش.